تخيل حي اسمه على اسم وردة ناعمة ورقيقة. تدخل تلاقي الأسعار مولعة والعمارات طالعة زي علب الكبريت. تحس إن الورد هنا بقى أغلى من الذهب. بعد ما جنوب الأكاديمية أخذ لقب مستوطنة الفيلات، ظهر على الساحة حد تاني خطف الأنظار، بس المرة دي مش بالهدوء ولا بالفلل، لا بالبزنس والاستثمار. الحي ده هو حي اللوتس. أول ما تسمع الاسم تخيل جنينة مليانة ورد وألوانها كتير وريحة جميلة، لكن الحقيقة اللوتس بقى رمز العمارات الجديدة اللي اتبنت قصاد الجامعة الأمريكية، واللي أي شقة فيها مستوى اجتماعي وبزنس مضمون. حي اللوتس اتقسم لأربع مناطق: اللوتس الشمالية واللوتس الجنوبية واللوتس الشرقية واللوتس الغربية. وسبب نجاحه كان بسيط جدا: موقع استراتيجي قصاد الجامعة الأمريكية، قريب من شارع التسعين، الخدمات حواليه في كل اتجاه. الحي اتحول بسرعة لهوت سبوت للاستثمار. كل مطور عقاري بيحلم يبني هناك. كل أب وأم عايزين يسكنوا أولادهم في شقة قصاد الجامعة. والنتيجة الطلب على الشقق مولع والأسعار بقت نار من أول يوم. حي اللوتس فعليا هو البوابة بين الجامعة الأمريكية وبقية التجمع الخامس. الجامعات والمدارس الدولية حواليه، الكافيهات والمطاعم بدأت تتزاحم على الشوارع. الخدمات كلها في متناول إيديك، وده خلاه من أكتر الأحياء الحيوية في التجمع، مش بس للسكن، لا كمان للاستثمار العقاري طويل المدى. وطبعا المصريين برضو ما بيسيبوش الموضوع يعدي كده بالسهل. حي اللوتس معمول مخصوص لولاد الجامعة الأمريكية. اللي عايز يتجوز إيوسيا لازم يجيب شقة في اللوتس. اللوتس يعني الكلية الخامسة في الجامعة الأمريكية. الشقة في اللوتس بقت أغلى من الترم في الجامعة. وفي مقولة اتنشرت: اللي ساكن في اللوتس مش محتاج يروح كافيه، الكافيهات كلها تحت بيته. حي اللوتس غير المعادلة من مدينة فيلا الهادية زي جنوب الأكاديمية لمدينة استثمارية مليانة عمارات وشقق عليها طلب رهيب. والسؤال هنا: هل كل الأحياء هتمشي بنفس الاتجاه، ولا في حي تاني رجع الهدوء والرقي بسعر أغلى؟ تابعونا في الحلقة الجاية، حي البنفسج، الهدوء الغالي. استعدوا لحكاية حي اسمه على وردة البنفسج بس تمنها نار. كانت معاكم سحر غريب. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة.